انت ما تفكر ترجع تستقر بالعراق؟ ممكن عقلك يعني اكو واحد يعوف الخير والجنه يا عمي. شوف الحياه، شوف الطبيعه، تشوف هنا طبيعه، حياه، نافورات، قطارات، حدائق. يعني كاميرا هموم اهلنا بالغربه تلتقي بالعم. انا ابو ميلاد من العراق، موصل، سهل نينوى، حمدانيه، بغديده. والله وحي الله اهل الحمدانيه واهل بغديده، تابعونا الحساب، حطونا القلب، اثبتوا تواجد جماعه الحمدانيه. الله يحييك. الله يسلمك عمو. ايش قد صار لك بالغربه؟ تقريبا 10 سنوات. حلو، شلون هالغربه وياك عمو بهاي ال10 سنوات؟ ايش غيرت منك؟ ايش سوت بيك؟ وين ودتك؟ هنا اي أنا انتقلنا من فندق نجمة واحدة إلى 5 نجوم. هيجي يعني. هذا واقع حل. زين، ايش عجب يعني؟ شنو السبب؟ هنا بلد نظام وقانون وحياة حلوة، والمواطن له حقوقه وما تحتاج شيء. يعني اليوم احنا البرنامج هذا اسمه هموم اهلنا بالغربة، يعني انتم ما عندكم اي هموم على هاي السالفة؟ همنا الوحيد بس يعني نفكر باخواننا بالعراق، يعني اهلنا يعني واصدقاء، ذكرياتنا هناك. يعني الحنين للوطن اكو اكيد، بس لاهلنا، اما كوطن لا، لانه الوطن عانينا من عده هوايه. ايش عجب؟ ليش عمو؟ يعني انت بهذا العمر يعني هسه يكون الحنين للغربة، يعني للوطن اكثر من الغربة يعني؟ هسه انا اقول لك، يعني انا عمري 65 سنه. حلو. عشت حياتي كلها، 3/4 حياتي في حروب، يعني عشناها. صح. بال 73 حرب تشرين عشناها، 75 حرب الشمال، 11 سنه حرب مع ايران، خلصت مع ايران بلشنا بالكويت، خلصت الكويت بلشنا بحصار، يعني قضينا كل حياتنا، يعني قضيناها مأساة بمأساة حروب. يعني هسه مثلا هاي هم رسالة للناس اللي شاهدنا من البلدان العربية، من يقول لنا اني متبهدل ازيد منك، وهذه احنا من سنين متبهدلين، هذا الكلام صحيح. زين عمو، انت هناك مغترب، شلون عايش؟ يعني اجواء العائلة، اولادك مثلا، شلون انت جاي تروح تتسوق؟ شلون تعامل الالمان معك؟ يعني انت كرجل مغترب، يعني كرجل خلينا نقول عربي. نعم. زين. نعم. هنا الحياة سهلة، ما تحتاج صعوبة، ما تحتاج صعوبة. الشباب كلهم يشتغلون. زين. احنا كبار بالعمر، يعني الدولة ترعانا، تعطينا حقوق وترعانا، والحمد لله والشكر. بيت وراتب وتأمين صحي وتعليم مجانا ومدارس، ويعني الحياة متوفرة كل شيء، أسواق ما شاء الله خير من الله. يعني هذا الشيء كله بدون مقابل؟ يعني ينطوك هذا الراتب والبيت والهذه يعني بدون اي شيء؟ يعني شلون هيجي؟ ايجار شقه وراتب شهري وتامين صحي. تامين صحي يعني انا عندي 5 اطباء اراجعهم يعني كل شهر شهرين، واخذ مجموعه ادويه لان يعني مريض امراض مزمنه، وكل الادويه كلها مجانا. اطباء حلو. كلها مجانا. يعني هذا شنو المقابل؟ يعني انت انت يعني ما عندك الجنسيه؟ عندك الجنسيه الالمانيه؟ عندي اقامه بس جنسيه ما عندي. زين، يعني كشخص مقيم كل هاي الحقوق ينطوك اياها هنا بهاي؟ عمي والله حقه ما يرجع. يعني انتم شو تقولون بالتعليقات؟ احكوا لنا اذا شقه وراتب بالبنك وينطونا يعني دكاتره يروح مجانا، عمليات، يعني حتى العمليات او يصير لك شيء؟ انا سويت تقريبا عمليتين للعيون، 3 عمليات تقريبا، والحمد لله والشكر اشوف بيه جيد وبلاش، كلها بلاش. يعني انت ما تفكر يعني على هذا الحكي انه انت ما تفكر ترجع تستقر بالعراق؟ يعني انت ممكن عقلك يعني اكو واحد يعوف الخير والجنه يا عمي. شوف الحياه، شوف الطبيعه، تشوف هنا طبيعه، حياه، نافورات، قطارات، حدائق. يعني كافتريا، انا يوميا اجي اقعد هنا بالكافتريا اشرب لي فنجان قهوه. أي. كلها ولد وبنات قاعدين، تبقى لك ساعه ساعتين تريح نفسك، تشرب لك قهوه وترجع البيت، ما حد يباوع عليك وما حد له علاقه بيك وما حد يحكي وياك. يعني وين ارجع العراق؟ ارجع العراق تبهدلني انت، اركض ورا النفط، يوم بنزين ماكو، يوم مقطوع المي، المولد الكهرباء انطفت، اركض ورا المولد. يا عمي احنا ما بينا حيل بعد. الحمد لله والشكر كل شيء مطينا، كل شيء حياتنا هنا ما شاء الله عليهم. زين، اكو شباب مرات اشوفهم يعني يحن للغربه ويبكي ومشغل اغاني واريد ارجع، شو تقول له؟ هذا رساله له؟ والله كذب. شوف احنا نشوف هنا اخر شيء مال الاخوان السوريين من قالوا كلهم راح يرجعون. اي والله 1% 2% اللي رجعوا تندموا وديبشون يريدون يرجعون. يا اخي فارق كبير من السماء للارض. قلت لك اني فندق 5 نجوم وفندق ما في ولا نجمه، ولا نجمه، يعني هذا الفرق بيناتهم. زين، هذا نقول وضع يعني استثنائي عمو، يعني البلد يمر بظروف حرب، بظروف مشاكل، يعني ممكن انه فد يوم من الايام
راح تتعدل، هم تصير عندنا حدائق مثل هذه، اشجار، اماكن حلوه. مو قلت لك اني عمري عبر 65 وحكيت لك قلت لك 60 سنه احنا عشناها كلها بحصار وحروب ومشاكل. من السقوط لحد الان العراق ما صار براسه خير، بالعكس نحو الاسوء. يعني اكو شغلات ما اقدر احكيها لانه كارثه. والله احنا نتمنى انه الوضع يتحسن، وحتى انت تتمنى انه الوضع يتحسن، بس شيء مو بالايد. يعني بعد هذه احنا شلون يقولوا مرات متاخرين، هواي متاخرين. ليش؟ بسبب انه هواي عوامل موجوده يعني صارت بالعراق. احنا متاخرين تقريبا 100 سنه عن الغرب. صح، 100 سنه عن الغرب. وهي خلال هاي 100 سنه اذا بلداننا رجعوا احتمال هذول بعد يصعدون للقمر عادي، يصير عندهم روح تجي القمر عادي بعد. مو طبعا اليوم استمتعنا ويا العم ابو ميلاد من محافظه نينوى، سهل نينوى الحمدانيه. يا اخي بس اريد اقول لك شغله واحده. اي شو بس تفتر هنا بالمانيا كلها تلقى لك علقه تطير بالسماء، لا بالعواصف. لا ماكو. يا اخي شوف قلت في الجقاره ماكو والله العظيم. باعوا صح. لا حدائقهم نظافه وشغلات. ليش؟ لان هو الانسان واعي، هو الانسان. الدوله ما تركض وراهم، بس هو الانسان واعي فعلا. يعني هاي الجقاره اكو مناطق يذهب بها فعلا. احنا مرات نشوف انه يصير شغلات قدامنا، احنا كاجانب قمنا نضوج من شخص يذب مثلا بالشارع او يسوي تصرفات مو حلوه. زين، لانه هو المجتمع، من نشوف المجتمع كله يجي راح نندمج يعني وياهم. صح. وبالنسبه يعني حتى المكان اللي ساكنين به يعني شقق، يعني ماكو لا تراب عندنا، لا عندنا تراب ولا عندنا عجاج ولا طين. يعني انا اذا اقول لك صدقني 5 سنوات تكرم لابس حذاء لا صبغته ولا نظفته. لا صبغته ولا نظفته. هو الحاله هو النظيف، لانه امشي بالشارع ماكو لا طين لا اتربه لا اوساخ لا شغلات. جو نظيف يا اخي، نانا جو نظيف، تطلع تشتم ريحه، رئه مالتك نظيفه. يعني خلاص عم ابو ميلاد بعد ما تسمع شو اسمه هاي اغاني الغربه وذولا احن الهلي وما ادري شنو وارجع. شغله تلوخ يعني اقول لك اياها. يعني بصراحه يعني هسه تقريبا الغربه قلت، الشعوب الغربه قلت. ليش؟ لانه هنا عندنا هواء اصدقاء وقرايب. يعني انا هسه ابناء ولايتي اللي قاعد بيها 50 عائله من العراق من طائفتي اعرفهم. صح بالضبط. اي كل فتره نلتقي ونقعد نسولف ونشرب قهوه عادي يعني. لا وخلص انت بعد يعني انا اشوف انه الانسان يعني انا كنت قبل اسمع يقولون اللي يتغرب مرتين. الغربه الاولى اول من يتغرب اول بدايه غربته، ومن يرجع هم راح يتغرب غربه ثانيه، لانه الاصدقاء ماكو، الاهل تغيروا يعني هم. صح لا ولا لا بالعكس. هنا ما شاء الله عندنا فرنسا يعني ساعه وربع طريق عن فرنسا. صح بالضبط. يعني 3-4 قرايبنا هناك. يعني عادي كانما رايح من موصل لاربيل. فعلا نروح ونرجع يمهم نسولف ونشوفهم نسلم عليهم ونرجع. يعني ما قمنا نشعر بالغربه فعلا. اي والله. المهم حبايب، احنا وصلنا لنهايه لقائنا. طبعا احنا برنامجنا هموم اهلنا بالغربه، بس اليوم عم ابو ميلاد ما عنده اي هم يشكي لنا اياه. زين. اي ونفس الشيء يعني ولدي هنا وياي، ولدي 2 وياي الحمد لله والشكر. مشتغلين يشتغلون ومتزوجين، وكل واحد له شقه مالته وعائلته وله حياته الخاصه عايشين. صح. بالتوفيق ان شاء الله لك ولهم يا رب. الله يسلمك. ومثل ما قلت لكم حبايب، بس احنا وصلنا لنهايه الفيديو مالتنا. لا تنسون تحطوا لنا القلب احمر وتعلقوا لنا تعليق حلو وتتابعون الحساب. ربي يسعدكم ويحفظكم جميعا. شكرا لكم، مع السلامه. باي، مع السلامه.